النهارده ايه موضوعنا؟ وبقول ليه الموضوع مستفز عشان هتشوفوا قله ادب من القساوسه جوه مصر. البت دي لو احنا كنا مراعينها ما كانتش حبت الواد المسلم ومشي. اسلام ايه وبتاع ايه؟ ادي اول اسلام ايه وبتاع ايه. صح، أن تعاليم الإسلام هي التي تتكلم عن ألوهيته التي يحاربوننا بها، لأن أكثر مادة يقدمها الإسلام لضعاف النفوس هو هل الله يأكل. والله يا فندم دلوقتي احنا مش بنقول هل الله يأكل، لا احنا بنقول هل الله يتاكل. في الحديث الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف عيسى ابن مريم ديانا للعالمين. طبعا الحديث أقوى من التفسير لأن التفسير إضافة والإسلام يرفض الإضافة. يرفض لكن المسيحية بتقبله عادي. لكن المسيحية عادي، لا بنضيف عادي. ايه المشكلة كإضافات؟ يعني زي ما حصل في رسالة يوحنا الأولى 5:7 عادي بنحط إضافات في الكتاب. ويلاقي حاجة كده في الإسلاميات غير مناسبة إن الواحد يتفوه بيها، كان يجيب العيال يقول له بص اقرا دي اقرا دي. لأن محتاجين نوري الأدب والأخلاق بتاعة المسلم اللي هو ملتزم بيها بضوابط دينه وبضوابط أهله اللي ربوه، والفرق ما بين المسيحي في أي مركز من مراكز لا دينه انعكاس لدينه ولا مراية لدينه في تربية ولا أخلاق، ولا الراجل اللي أساء للإسلام ده لا اتربى لا في دين، لأن ما ده دين ما فيهوش شرايع تقول له حرام وحلال، ولا اتربى في بيت أهله.